من بطنك كده هتبدأي معاه. تبدأي معاه ازاي؟ ما ينفعش اغير له والاوضه فيها 15 نفر، ما ينفعش اقلع الطفل البامبرز بتاعه والاوضه فيها 70 نفر ويلا يا عمو يلا يا خالو بص يا خالو بص يا عمو بص انا جبت ولد انا جبت بنت بص مش عارفه ايه. لانه كمان انت مش يعني يمكن الطفل في اول ايامه مش هيفهم قوي الكلام ده، هيبتدي يفهم بعد شهور. اللي هيفهم الاطفال الموجودين حواليه، اللي هو هيبداوا يبصوا ايه المختلف. لو انت مثلا بتغيري البوي لولد هتلاقي البنات بدات تبص ايه ده، ايه هو ليه عنده حاجات مش عندنا، هو ليه عامل كده، طيب هو انا اللي وحشه وفي حاجه ناقصه ولا هو اللي وحش وفي حاجات مش مهمه. فانت هتبداي تدخلي في دوامه تساؤلات مع الاطفال لو عندك انت الاطفال في البيت، او هتسيبي الاطفال يدخلوا في دوامه تساؤلات مع اهلهم في الغالب. يعني اسكت يا بنت اسكت يا ولد لا ما ينفعش نتكلم في الموضوع ده لا مش عارف ايه، ودي هتلاقي كلام من نوعيه ايه انت بتغيري له في الخفه محلفيه فينا. هتلاقي الستات الكبيره بتعمل لك كده والرجاله الكبيره، هو في ايه زايد عننا، ما احنا زي بعض، ما احنا الكلام ده كله اضربيه في الحيطه مالكيش دعوه بيه. انت تحافظي على ابنك وبنتك من اول يوم. هتبتدي وانت بتغيري له ما يكونش في حد في الاوضه الا للضروره القصوى. اول ما بتفتحي البامبرز بتشطفيه بتلفيه بفوطه علشان محدش يشوف اعضائه. هتلاقيه بقى عمر 5-6 شهور هو بقى يشد الفوطه على نفسه لانه اتعود ان دي حدود جسمي، دي الحته بتاعتي اللي محدش ينفع يشوفها. هتلاقيه بيرفض ان هو تقلعيه بامبرز قدام حد على سن سنه ونص. هو خلاص ادرك ان الحته دي احنا لازم محدش يشوفها، دي بتاعتنا. بس للاسف مش هتعرفي تعملي كده ومش هتعرف تعمل كده غير لو كنت انت وانت عارفين حدود جسمكم كويس. يعني ما تبقاش بتكلم حد وبينك وبينه نص سنتي واللي هو بيتكلم اصلا بيتكلم في بقك، اللي هو تحسه داخل كده جوه بقك وبيتكلم وانت مش عارف تتحرك. يعني انا مش عارفه اتحرك، لا ما انت لازم تعرف حدود جسمك. خلي بينك وبين اللي بتكلمه مسافه ايدك او اكتر شويه. اتكلم بصوت موزون وعاقل علشان اللي قدامك يسمعك، ما يضطرش ان هو يقرب اكتر من كده. اتعلم ان ليك حدودك اللي ما ينفعش حد ينتهكها، فبالتالي ما ينفعش حد ينتهك حدود ابنك او بنتك. يبقى اول حاجه انا هبدا مع الطفل من اول ما يتولد. هعمل ايه؟ هلفه بفوطه لما اشطفه او احميه، مش هغير له ولا هقلعه هدومه قدام حد حتى لو الحد ده اخواته. دي اول حاجه. تاني حاجه هتكلم فيها وهتكون الاخيره لان انا حسيت ان انا طولت. تاني حاجه ما اغصبش على الطفل ان هو يبوسني او ابوسه غصب عنه او احضنه غصب عنه او اضغط عليه عشان يبوس جده وتيتا او يحضن عمه. هو مش عايز يبقى هو مش عايز، يبقى نو. استاذن الطفل قبل ما ابوسه، طبعا كلام غريب. انت يا هبله ايه الطفل اللي هنستاذنه قبل ما نبوسه ده؟ ما احنا ماسكينهم طول النهار بوس 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 بوس. ايوه انا عن نفسي ماسكه بناتي طول النهار ماشيه ابوس فيهم بس بارادتهم. لما يتقال نو انا نو، انا نفسي ابوسك يا جوجو بس انت قلتي نو. لما تحب ان هي تاخد حضن او ان انا ابوسها هتيجي. لما النونه جولين تحب تتباس مش هتعيط، هتضحك لي وهتعمل لكن لما تكون متضايقه من بوسي هتعيط. يبقى انا احترمهم، انا ما ابوسهمش غصب عنهم، ما احضنهمش غصب عنهم، وما خليش حد يبوسهم او يحضنهم غصب عنهم. مش امسك الواد ارنه علقه عشان ما رضيش يحضن جده. ليه هو مش عايز كده، هو لسه صغير بيتعلم فين حدود جسمه، فين الحته اللي يقول عندها والحته اللي يقول عندها لا.